السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارف ان ممكن يكون عنوان الفيديو ده كان صادم او الناس اتخضت من عنوان الفيديو، يعني ايه خلي بالكم من اعراضكم وخلي بالكم من بناتكم. انا هحكي لكم الحدوته باختصار قدر الامكان. طبعا انا لما جيت اعمل قناه اليوتيوب، طبعا لما تيجي تعمل حاجه على السوشيال ميديا لازم تقفل الدايره بتاعتك. الدايره دي عباره عن قناه اليوتيوب، بيج على فيسبوك، اكونت على انستجرام وعلى تويتر، وطبعا اكونت على تيك توك. فانا كنت منزل الابلكيشن من فتره، وطبعا ابتديت انزل عليه شغل علشان قناه اليوتيوب، لكن ما كنتش اتفرجت على الابلكيشن قوي. لكن الحقيقه من كام يوم كده لما جيت اتفرج على الابلكيشن ده واشوف الناس بتعمل عليه ايه، بصراحه انا خفت وقلقت قوي. لان لقيت حاجات يعني وصفها الصح ان هي حاجات حرام بتتعمل، واللي بيعملها شباب وبنات واطفال صغيرين، ناس من اول 8 سنين و9 سنين و10 سنين ولحد 15 سنه و14 سنه و16 سنه. الناس بنات صغيرين خالص طالعين يرقصوا ويتنططوا علشان يجيبوا مشاهدات. ولاد والله لا ده انا هعمل تاتو، ده انا هلبس سلسلة مش عارف قد كذا علشان يبقى شكلي كويس قدام الشريحة اللي انا بستهدفها، علشان اقدر ان انا اجيب مشاهدات وخلافه. فالحقيقة ان الولاد والبنات اللي بيعملوا كده، ممكن حد يقول لي على فكرة ده مش هم اللي هيتحاسبوا يا عم عمر، ده هم الناس دي ليها اهل. اقول لك حلو، ده اللي انا جاي اتكلم فيه اصلا. انا جاي اتكلم عن دور الاهل، او دور الاب لو موجود، او دور الام لو موجوده، او دور الاثنين لو الاثنين موجودين. دور الاهل لا يقتصر على ان هم خلفوا ولد او بنت وخلاص على كده، لا، في حاجه مهمه جدا اسمها التربيه. للاسف الفيديوهات دي انتشرت بشكل بشع قوي في اوساط الشباب والبنات. وبعدين في حاجه كده، مثلا الافلام او المسلسلات كانت عملتها في الناس، اللي هي ايه؟ بقى عادي انك تشوف في فيلم او في مسلسل دلوقتي ان والله احنا بعد الدينر هنروح نشرب كاسين، احنا لا ده فلان بيشرب، ده فلانه بتشرب. الافلام والمسلسلات حولت ده بشكل اوتوماتيك في وعي المشاهد لحاجه عادي خالص ان هو يشوفها، وان هو يشوف ناس حواليه في الحياه الواقعيه، انه يشوف ناس بتعمل كده. طيب نفس القصه دي بتعملها الفيديوهات دي في دماغ او في وعي المشاهد اللي بيتفرج عليها. بمعنى اخر، لو ابنك او بنتك بيتفرج على الفيديوهات دي ولقى ان في اتنين صغيرين خالص في السن، متجوزين بقى مش متجوزين او ايا كان، ماشيين بيحضنوا بعض في الشارع، بيعملوا حاجات حرام وحاجات غلط في الشارع، الناس دي عشان تجيب المشاهدات، فهي للاسف عدت كل الخطوط الحمراء. فاوتوماتيك مع الوقت بيترسخ في وعيه ان ده عادي، وده طبعا حاجه مش عاديه، دي حاجه غلط تماما. وعشان ننزل الامور منازلها، فالحاجه دي حرام سواء متجوزين او مش متجوزين. خلينا برضو ما نلطفش الامور ونخفف المصطلحات ونسمي الامور بمسمياتها. بمعنى اخر، انت ممكن تقول على حاجه ان هي عيب، بس هي في حقيقه الامر هي حاجه حرام. فلما انت تخففها وتقول لا دي حاجه عيب، دي غلطه صغيره يا جماعه، الحاجات دي بتسهل قوي ان نفس الفعله دي تتكرر مره واثنين وثلاثه وعشرة. لا، احنا نسمي الامور بمسمياتها. شفنا حاجه حرام فهي الحاجه دي حرام. انت ايه مشكلتك لما تسمي الامور بمسمياتها؟ الفيديوهات دي لما انتشرت للاسف في اوساط الشباب والبنات، بقى للاسف الناس دي في منها بقى قدوه لشباب صغير تاني. بمعنى اخر، كان في قبل كده مثلا ممكن تسال حد انت قدوتك ايه، واحد ممكن يقول لك بابا، واحد يقول لك عمي، واحد يقول لك خالي. قبل كده كان ممكن حد يقول لك سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وكمان كان زمان تسمع يقول لك لا ده انا قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دلوقتي للاسف بقت القدوه بتاعت الشباب او البنات دي حد بيكون فيمس او انفلونسر، ويا ريته فيمس على حاجه عدله، لا ده هو فيمس علشان هو متعود ان هو يخترق ويعمل حاجات عكس، مش هقول لك عادات وتقاليد، عكس الصحيح من الدين. الدين بيقول لك ما تعملش كذا علشان كذا ده بقى حرام، خلاص الدين قال لك كده. طيب فانت لما تروح وتتخطى الخط الاحمر ده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، والناس برضو تبقى شايفة لا والله ده انت بقى في عندك 800 ألف ولا 800 مليون متابع، انت بيدخل لك في الشهر مثلا 80 20 ألف دولار ولا جنيه ولا ايا كان. فبقى للأسف شريحة الشباب اللي بتتفرج على كده واخدة الناس دهيت قدوة ليها، بقى ده الرو موديل بتاعه. لا انا عاوز ابقى زي فلان، عاوز اعيش عيشته، عاوز اخلي ستايل عيشتي نفس ستايل المعيشة بتاعه. احنا دلوقتي كلنا بلا استثناء سواء صغيرين او كبار موجود معانا شيطان صغير في صورة تليفون، حاجة قد كف ايدك بالظبط، كلنا شايلينها في جيوبنا. وزي التليفون برضو اللي انا بصور منه دلوقتي، ده عبارة عن شيطان صغير موجود في جيبك. وزي اي حاجة في الدنيا بيبقى ليها جانب ايجابي وجانب سلبي، وانت بيبقى دورك كبني ادم، ربنا اداله العقل علشان يميز ان هو ياخد الجانب الايجابي ويستثمره ويكبره، وهو ده اللي ياخده من الحاجة، والجانب السلبي بيحاول يبعد عنه قدر الامكان. مش هقول لك يا سيدي انك هتقدر تلغي الجانب السلبي بنسبه 100%.
الشيطان الصغير ده موجود مع اطفال وشباب صغيرين. دورك كأب او دورك كأم انك دايما تبقى عارف ايه المحتوى اللي اولادك او بناتك بيتفرجوا عليه، لان المحتوى ده عشان تبقى فاهم ده اللي بيشكل لهم الوعي بتاعهم، ده اللي بيحدد لهم ثقافتهم وتصرفاتهم قدام هتبقى عامله ازاي. وبالمناسبه انت لو لقيت ابنك او بنتك بيتفرج على حاجه من الحاجات دي، ده مش عيب في ابنك او في بنتك، لان ده للاسف مستنقع، وصعب ان حد ينتشل نفسه، خصوصا لو كان في سن صغير. صعب ان حد ينتشل نفسه من المستنقع ده لوحده. طب ايه الحل؟ بيجي هنا الدور الاساسي بتاع المسانده او السبورت بتاع الاهل، دور التوجيه والارشاد، الدور بتاع التربيه. ان الناس والله، طب انا علشان اربي ابني فلازم اعرفه الصح من الغلط، لازم ازرع فيه البذره بتاعه التمييز علشان يقدر يميز بعقله بعد كده لما يكبر. والله انا لما اشوف كذا لا ده كذا ده صح، او لما اجي اعمل كذا اقول لا ده كذا ده غلط او كذا ده حرام فانا مش هعمله. فالاهل دورهم كمان يتعدى مرحله ان هم يزرعوا البذره دي، لا ده انت كمان لازم يكون عندك دور رقابي. انت ممكن تقول لي طب ما في ناس كبيره يا عمر مثلا في العشرينات في الثلاثينات في الاربعينات بيعملوا حاجه غلط. اقول لك والله الناس دي يعني ما فيش عليها رقيب غير ربنا، حسابهم مع ربنا. لكن انا بتكلم عن الشريحه الصغيره في السن اللي هي بيكون في بعد ربنا سبحانه وتعالى كرقيب، في دور الاهل كمان كرقيب. فين الاهل من الحاجات دي؟ فين الاهل من الشباب والبنات واللي بيعملوه على السوشيال ميديا واللي بينشروه على تيك توك ولا اللي بينشروه على فيسبوك ولا اللي بينشروه في اي مكان؟ لازم أن يكون في دور واضح ومحدد للاهل. لازم أن يكونوا عارفين عيالهم بتتفرج على ايه، عيالهم لما بتصور فيديوهات بيصوروا فيديوهات عن ايه، بيتكلموا في ايه. لان الحاجات دي زي ما قلت لكم هي اللي هتشكل الوعي وتشكل الثقافه بتاعه المتفرج او اللي بيعمل المحتوى ده وطالع برضه بيعرضه على الناس. فبقيت مثلا تلاقي ان بنت عادي خالص ان هي طالعه بترقص قدام ملايين البشر اللي موجودين على السوشيال ميديا، ما عندهاش مشكله ان هي ترقص، ما عندهاش مشكله ان تكون هدومها قليله شويتين. وتلاقي برضو ان الاهل دورهم ملغي تماما. او تلاقي الكلام ده برضو، ودي المصيبه ودي الفاجعه الكبرى، انك تلاقي ان الكلام ده برضو بعلم الاهل، ويقول لك عادي يا عم اولاد صغيرين او اطفال صغيرين سيبهم يعيشوا سنهم. لا، ما هو لما يكون البنت طالعه وهي لسه عندها 12 سنه و14 سنه و15 سنه وهي عماله بتعمل الحاجات الحرام والحاجات الغلط دي برضو على السوشيال ميديا، فانت متوقع ايه بعد كده؟ متوقع ثقافتها عامله ازاي؟ متوقع وعيها قدام عامل ازاي؟ بلاش ده. اولادنا وبناتنا لما يشوفوا النماذج دي، هي دي النماذج اللي منتشره وهي دي النماذج اللي معروفه وبالنسبه لهم يبقى هي دي النماذج اللي ناجحه في الحياه. طب احنا منين بقى عاوزين نطلع دكاتره ومهندسين ومحامين وصيادله و ومدرسين وغيره كتير من المهن؟ يقول لك لا والله مش ده الشخص اللي ناجح. امال مين يا ابني او مين يا بنتي الشخص الناجح اللي انت شايفاه؟ يقول لك شوف فلان الفيمس، فلانه الانفلونسر، شوف بتعمل ايه وشوف بتسوي ايه. النماذج الغلط دي يا جماعه لازم نخرجها من بيوتنا. لازم يبقى في عندنا رقابه على التليفونات وعلى اللي بيتشاف عليها علشان نقدر نوجه عيالنا قبل ما يضيعوا مننا، قبل ما ينجرفوا مع التيار اللي للاسف جرف ناس كتير قوي وجرف شريحه كبيره جدا من الاطفال ومن الشباب. ده دور الاهل وده اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده. لو الفيديو كان افادك باي شيء رجاء شيره للناس عشان الناس تستفيد. احنا عاوزين الناس يكون عندها وعي بالمصيبه الكبيره اللي موجوده جوه كل بيت من بيوتنا. عاوزين ناخد بالنا من المصيبه دي ونلحق اولادنا وبناتنا قبل الطوفان ما يشيل وما يخلي. وربنا يحفظ الجميع يا رب ويرفع عننا البلاء ده. واسف لو انا طولت على حضراتكم واشوفكم على خير. سلام عليكم.